الخوف. أغرب حاجة في الخوف إن العدو الأول للاعب كرة القدم. الكرة المفروض تكون متعة، بس للأسف بنشوف لعيبة كتير بتعاني من الخوف في مباريات كرة القدم. تلاقي اللعيب من دول بيلعب كويس جدا في التمرين، يبدأ ينزل الماتش تلاقي مفيش، لعيب بيتوتر، لعيب نفسه بيروح، تلاقي اللعيب مش عارف يلعب خالص. طبعا ده ليه أسباب، منه الخوف من الغلط، الخوف من رأي الناس، الخوف من رأي المدرب بتاعه، الخوف ان هو ما يبدأش ماتش بعد كده اساسي. خلي بالك انا جربت كمان الاحساس ده قبل كده، انك تبقى عايز تخلص الماتش من غير ما تغلط، تبقى عايز الماتش يطلع في سلام، تبقى طالع الماتش سواء الفرقة كسبانة او خسرانة انت حاسس ان انت عملت اللي عليك. بس طبعا التفكير ده غلط جدا، لان اللعيب اللي بيخاف مش بيقدر يهاجم، مش بيقدر يراوغ، ما بيقدرش ياخد الريسك في التصويب قدام الجون. هتلاقيه بيلعب الكرة البسيطة السهلة الآمنة اللي ما تخلوش يبقى محطوط تحت موقف ضغط أو موقف إحساس بالغلط. طب نعمل إيه بقى عشان نتغلب على الموقف ده؟ وده اللي هنشرحه في الفيديو عن طريق حاجتين: الجانب العملي والجانب النظري. تابع الفيديو للآخر. رقم واحد اللي هنبدأ نتكلم عليها وهي الجانب الذهني. كل اللعيبه في الماتشات بتغلط، الفرق ما بين لعيب بيغلط ولعيب بيتعلم ان في لعيب بيتعلم من غلطه، وفي لعيب بيفضل يغلط 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 لحد ما الغلط يسيطر عليه. خليك راجل، غلط اعترف بغلطك وابدا اشتغل على المواقف اللي انت غلطت فيها، واعرف انت غلطت ليه، ايه الاسباب اللي خلتني اغلط الغلطه دي. جوه الماتش تقبل الغلط بمنتهى الاريحيه، وبعد الماتش ابدا اعرف انت غلطت ليه. كمل للاخر وانسى اي غلطه انت غلطتها في الماتش، واكنك بتبدا مباراه جديده. ما تستناش الغلط لزمايلك، خليك ايجابي. لما زميلك يغلط ما تقعدش تصرخ، ما تقعدش تزعق، ما تقعدش تضايق زميلك. عادي، هو غلط، تقبل وسقف له وشجعه، وابدا حفزه ان احنا نقدر نكمل الماتش تاني. خلي بالك الكلمه الحلوه اللي انت ممكن تقولها لزميلك هي اللي ممكن تكسبكم الماتش وترجعه تاني. رقم اتنين، الجانب العملي. كرر كرر كرر. تكرار هو السر في ثقتك بنفسك. على فكره انت مش بتفكر ازاي تربط الكوتشي صح، انت بتربط الكوتشي وانت مش باصص للجزمه. نفس الفكره في كره القدم، من كتر تكرارك لرباط الجزمه خلاص انت بقيت اوتوماتيك عارف الحاجه بتتعمل ازاي. فكره القدم محتاجه تكرار. افضل كرر وكرر وكرر. كل التدريبات اللي انت بتحب تعملها اشتغل عليها بمبدأ التكرار. رقم اتنين، ابدأ بالانتصارات البسيطة. يعني في الماتش ما تبداش تدخل تعمل المستحيل، ابدا الم واحد واثنين وثلاثه وابدا ابين للمدرب ان انا جامد. لا، ابدا بحاجات بسيطه، اعمل تمريره صحيحه، اعمل ثرو، العب استلم وطلع باص من رجلك ممتاز. الانتصارات البسيطه اللي انت اشتغلت عليها دلوقتي هي دي اللي هتحفزك وتكملك وتدخلك في مود الماتش من غير غلطات. ولو حصل لك غلطات تجاهلها وكمل عادي. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هو في النهايه الخوف ممكن يدمرك كلاعب كره قدم ويبطلك. ويا سلام بقى المدربين اللي بتستنى الغلطه للاعب ويقعد يصرخ ويزعق، وايه اللي انت بتعمله ده وازاي بتعمل كده، وبيستنوا الاخطاء. فما تحطش نفسك في المود ده، ولو غلطت كمل وما تسمعش لاي حد بيتكلم معاك. خلي بالك الخوف هينتصر عليك لو انت استسلمت له، انما لو قاومته وتجاهلته هتبدا تشتغل على نفسك افضل من كده بكتير. اكتب لي ايه اكتر موقف انت اشتغلت عليه وحسيت فيه بغلط واتضايقت جدا من نفسك، وازاي اتغلبت عليه في الماتشات. وما تنساش لو عايز نكمل في السلسله النفسيه بتاعت لعيبه كره القدم، ما تنساش تكتب لي كومنت ولايك وتعمل شير للفيديو. كان معاكم كابتن مهران، مطور اداء لكره القدم لفئه البراعم والناشئين. سلام يا حرب.